بسم الله بديت وعلى النبي صلي عليه الصلاة والسلام. صحة فطوركم البنات وحبيباتي، وصحة سهرتكم وبشراكم إن شاء الله تكونوا كل بخير، شهر تكونوا كامل لاباس إن شاء الله يا رب العالمين. اليوم طلينا عليكم كالعادة والعوايد في كوزينتنا مع فطورنا ومع أطباقنا. اليوم جبنا لكم أطباق قديمة وتاعنا تقليدية تاع الجدود. جبنا لكم اللحم الحلو كما نقولوا حنايا، طاجين مالح وحلو، مرقة حلوة بس بطريقة أخرى. المرة اللي فاتت طيبناها لهم خاولة للحم لا والو. الحم لا والو، هي دي الأصلية يا ماما. هذه هي الأصلية، هذه اللي عرفناها زمان احنا. هذه كنا نطيبوها كما هك. وبطيابها الأصلي راح نبدا نديرو معاكم. نجيبوا الطراف تاع اللحم نتاعنا نقليوهم في الزبدة وشوية زيت، واللي يحب يدير السمن يدير السمن. كي تقلى اللحم في الزبدة والسمن تقليها ماما، نقليوه تقليه في الزبدة والسمن والزيت. نرميو البصل نتاعنا ونحطوا الملح ونحطوا الفلفل الكحل والعود تاع القرفة. كي شغل حتقلي برمة نورمال عادي، شغل برمة بيضة. هذا هو الطبق الأصلي، ونخليوه يتقلى على نار قليلة كما العادة والعوايد. والقرفة حاجة مهمة فيها ولازمة. نخليو البصل نتاعنا حتى يتكرمل وتبدل اللون نتاعو، ونمرقوا البرمة تاعنا. ومن بعد نحكموا الفواكه الجافة نتاعنا، العين بقرة، الزبيب والمشيمشة، وهادو هم 3 الحوايج الأساسية، لا فوقهم لا تحتهم. نحطوهم في الماء يكون مغلي ونطفيو عليهم ونخليوهم يترنخوا. وحطينا عميراتي الغاليات فوق الغاز يطيب اللحم، ورجعنا للطاجين الثاني. وطاجين الأساسي تاع اليوم هذا تاني تقليدي وقديم. وش اسمه ماما؟ طاجين الرخام. وكاين اسم واحد اخر البنات، انا كي قالت لي عليه ماما لا تنضحك، قالت لي اسمه عين اسبانيوليه. خاطركش كاين اللي يعيطوا له طاجين الرخام وكاين اللي يعيطوا له طاجين عين اسبانيوليه. نحكموا الدجاج نتاعنا بس حوا عليها ماما يعيطوا له طاجين اسبانيوليه. حسنا صح. نحكموا الدجاج نتاعنا سامحيني دقيقه، ونحطوا الزبده ولا السمن. نحنا الاطباق نتاعنا التقليديه تجيب السمن وشويه زيت وتبليهم ملح فلفل الكحل التابل الابيض الاحمر هذا الحار والتابل الحلو والفلفل الكحل، راس الحانوت فيها والزنجبيل فيها راس الحانوت، فيها تحطي راس الحانوت. هذا مكان وتخليهم يتقلاو وتخو معاهم ترابي البصل وزوز سنات توم والمعدنوس احباباتي، وتخليهم يتقلاو على نار قليله كيف كيف. وعليه قالوا له طاجين عين اسبانيوليه. نقول لك يا ماما ما نقول لهمش وما تقولي ليش. هيا فري هما البنات يقولوا لنا وعليه يعيطوا له عينين اسبانيوليه. هيا اللي يعرفها يكومونتي لنا ويقولوا لنا وعليه نقولوا له عين اسبانيوليه. عن بالي بامهاتنا ممكن يعرفوها، بس البنات المبتدئات جاوبونا في الكومنتات، وحتى من الامهات نستناوهم يجاوبوا. حاجه باينه خلاص احنا نتعلموا منهم تاني. هذيك. وهنايا نرجعوا للسكالاب اللي يحب يديروا باللحم مرحي ولا سكالاب. انا درته بالسكالاب. تجيبي ترحيه في الاشواغ وتحطي معاه البصل، تحطي معاه المعدنوس، وديري نفس التوابل حطيتيهم في الطاجين وتروحي الصحة قبل تحكمي العظام تشرشميهم انتيا والافراد تاع العائله تاعك. حاجه واحده البنات، العظام كما يتشرشموا من ويطيبوا تروحوا تقشروهم، ما تخليوش القشره تبرد عليهم يتعبوكم في التقشار وما يجيهمش مليحه ماما، ما تجيهمش مطحونه ما تجيهمش مطحونه. ولا نعطيكم انا تدبيره اخرى حباباتي العزاز، كي تجي حتحطي العظام نتاعك يتشرشم وتحطي الملح
وتخليهم في الماء وتخليهم يتشرشموا بالملح. ومن بعد تحكمي وقلنا العظمة ولا شابلور. بعد ما ترحي السكالوب نتاعك قلنا تزيدي فيها العظمة ولا شابلور والتوابل نفسهم اللي تدفتفتي بيهم الطاجين هذيك. وهنا يد هنا ويد لهيها حباباتي. وكم تعرفوا رمضان واحد كيعود النهار اللي ما فيهش الطياب ما نخرجوش من الكوزينة وحكيوا لنا حباباتنا واش عاملين فيها انتوما، واش مدايرين، واش طيبتوا، وفضوا لكم الافكار نتاعكم ولا مازالوا نتاع الطياب. انا قريب نفوتوا سمانه. مازال كاين افكار ماما وقتها تبدا تغيب في 20 يوم هذيك. تفضل 20 يوم هذه عبد يبدا شويه تتخلط عليه واحنا هنا نحاولوا نعاونوهم وماذا بينا يجربوا الاطباق نتاعنا وان شاء الله ديما نجيبوا لهم الجديد والقديم كما يقولوا الناس تاع بكري. جديد فيه لذة والقديم تفرط فيه هذيك ومحلاها داير ناس زمانه ماما. ما خلاوش يقولوا ما قالوا. وهنا تفتفتي سكالوب نتاعك هيك قلت لهم عظمه المعدنوس التوابل نفسهم اللي في الطاجين ولا شابلور والملح هاي باينه. وما تكتروش الملح حباباتي. انا خاطركش راح ندير فيه الزيتون الاخضر وعمل لكم به مالح وانايا فيا طبع بالزيتون ما نحبش نغليه في الماء. ودرتي الزبده ماما باش يجينا السكالوب طري وما يجيش شايح. تحكمي الزيتون نتاعك اللي يحب يغليه وكاين وحايد يديروا له فارينه ويخليوه يبات حتى ليله كامل. الماء والفارينه ويخليوه يبات ليله كامل. هذه معلومه. الفارينه ديك تشرب الملح كامل. وانا قلت لكم كما قلت لكم الاطباق تاع الزيتون ما نغليش الزيتون نغسله 4 مرات ونعاود نشلل حتى تتنحى منه الملوحه. وهنا خدمتي بيدك ماما سكالوب تفتفتيه بيان ودخلتي فيه التوابل هذومك هاي باينه. حاجه اليد يوحدها البنات تجي بنينه باش كلش يدخل في بعضها. ومن بعد ما طاب الدجاج نص طياب زدنا رمينا الزيتون نتاعنا. هنا ما مرقتي ما والو هو وحده طلق المتيع وطلق زيت وبنته اي حلاوتها طاجين هذا يقعد كلش فيه وممتى ما يلقلوش الماء ياسر. وحتى كنت تمرقي الماء ياسر ما ينشفش الماء منه. تقولي يزيد الماء مش ناقص. يقعد الطياب نتاعو باللافابور طاجين هذا. ودركا جبنا السكالوب اللي متفتف وحطيت بحدايا العظام وجيبي سوبيرة ولا غميقة فيها الماء وروحي نبداو خدمتنا. دركا مرقت شويه ماء مش ياسر كما قلت لكم في الطاجين نتاعنا باش كلش يتخلط في بعضه وما ما يتحرقوناش التوابل. ما نكتروش الماء باش ما يجيش الزغلي والماء يغلي كما قلناها قبل. ورجعنا الطاجين تاعنا قفلناه يطيب على نار قليله ونرجعوا للسكالوب. تحكمي تبلي يدك بالماء وتحكمي السكالوب نتاعك تحطيه في يدك وتقرصيه السوا بلوا يديكم بالماء باش ما يلصقش السكالوب في يدك. وتحطي العظمه تاعك وترصي السوا على العظمه والسكالوب خباها داخل تقفلي عليها مليح وترصي السوا وتعدلاها باش ما يتحلكش العظام واللحم على بعضهم وتجيك الكعبه متحوفه ومتقونه. جربوها البنات الطبق هذا مليح وزاكي الله يبارك تاع عرضات تاع ضيف تنوري به وجهك يزين الوجه. وحنا عم بالنا بيهم ماما شاطرات وفحلات. الله يبارك عليكم الكل ما شاء الله. وربي يخلينا غزالاتنا وحباباتنا ونشكرهم على لي كومونتير الزينه. احنا حباباتنا متألقين ديما واخلاق عاليه ما شاء الله. ومرحبا بالمشتركين تاعنا جدد ومرحبا بالقدم اللي معنا ديما من الاول بعد وهم يشجعوا فينا. واللي دخلت قناتنا عنده صدفه ما ينساش ينقر على الجرس باش ديما يجيه جديد. واللي تبع فينا ونسى يتفكر يفعل الجرس.
فضلا وليس امرا. امهاتنا وحباباتنا كل. ومن بعد قعدت لي شويه ظلمه، رحت جبت كعبه زيتون وزدت حشيتهم بالزيتون الظلمه، وكملت كعبرتهم وحطيتهم مع خاوتهم الاخرين. وهنايا رحت مع الحبايش تاع البوراك البنات، هاني نوجد البوراك ونوجد له تاويل، وبس تبقى المهمه الاولى والاخرى تاع بابا. وتجي البنه من يديه عسل، هذيك ربي يخليه وربي يفضله، يخليه تاج فوق الراس ان شاء الله. وربي يخلي لكم حباباتكم ووليداتكم ووالديكم، اللهم امين يا رب العالمين في العواشر دي، وربي يشفي كل مريض، وربي يرزق كل محروم الذريه الصالحه، وينجح وليداتنا في الامتحانات وفي قرايتهم وفي المراتب العليا يا ربي ان شاء الله يا ربي. وهنايا من بعد مغلى الطاجينه تاعنا ماما ما قليتيه ما والو، ما وال كيما كان اللحم اخضر طول في البرمه، نقليه قبل ما يطيب يجينا يابس والقشره تاعو تجي خشينه ويجي قاسي داخل شايح. هذيك نحطوا الصحه في الطاجين نخليه يطيب الله على كيما نقولوا على الفار، على نار قليله. البنات تقفلوا عليه يقعد كلش لداخل يسيب بنا ديكا. وش نقول لكم، وهنا رحت مع المحل بيا البنات، احنا ديك خاطره ماما درتها لكم بالمغرف، مره هذه نديرها لكم بالفنجال بحيث تفهموا معنا مليح. والفنجال مش تاع القهوه، باش تكونوا في علمكم فنجال تاع الحليب. هنا رحت حطيت فنجال روز رحيته مليح، وحطيت زوز فناجل مش معمرين سكر، والسكر يبقى اختياري البنات، حبوا تعملوا حتى فنجال واحد يقعد عندكم واحد مريض في الدار، انسان كبير، واحد عنده السكر صغير، تعملي فنجال واحد يكفي. لكن كيما احنا تعملي زوز فناجل مش معمرين ولا فنجال ونص. وحنايا هنا في الدار كيما عم بالكم بختكم الروز ما نشريه الساجي، نشري الروز بالكيلو تاع الميزان، نغسلوه نقيوه ونشيحوه ومن بعد نرحيه في بيديا. ماما زوز حوايج، الفلفل الكحل والروز، واحد الوقت كان تشري حتى القهوة كعبة البنات. حسرة. ودركا بعد ما طاب الكعابر نتاعنا رحت نحيهم من الطاجين ونحطهم يسقطروا باش من بعد نكملوا لهم طيابهم. ودوك تشوفوا معنا البنات كيفاش طيابهم. وهنا المحل بيا البنات حطيت معاه فنجان الزهر كيما قرب يطيب، وتبقى يتحركي فيه ملي تبداي وانتي تحركي حتى يطيب ما يفزد لك. ولازم كلش البارد في البارد، كلش البارد في البارد. وحنا هنا في الدار وليداتي ومولابيتي يموتوا على محلبي كيما تشوفوا البنات، هنا يد من ويد من، هاي يد في الطياب ويد في القضية ويد في القرابج. خلاها ربي رانا كيفكم كيفنا، رانا كيف. وحنا نمدولكم غير في الطاقة الإيجابية حباباتي باش ما نتفنينوش، وديما نكونوا زاهيين ودارنا نظيفة ونقية. هذيك هي. وهنا رحت نقلي في الحوايج البوراك، حطيت البصل، حطيت معاه الزيت، قادت البصل هو الأول. وخول البوراك تاعنا هذا مش كيما اللي ما فين نديروه، مش البوراك نتاعنا الاخر نتاعنا البنات. هذا بوراك واحد اخر، هذا بوراك خفيف وظريف. هذيك هي. والاخر تاني بنين. وهنايا من بعد ما طاب اللحم تاعنا، اللحم الحلو نحيته قبل ما نحط السكر. وعليها ماما قبل ما تحطي السكر ما درتش كلش مع بعضها، بكري كنتي تعملي كلش مع بعضها. كانوا يعملوا باش ما يحنجرش. الأكلة تقليدية بكري نحطوا كلش مع بعضها. نحينا اللحم بعد ما طاب، رميت الفواكه الجافة كيلة بزوز كيلات سكر، وزدنا رمينا الفنجال تاع الزهر وخلينا كلش حباباتي يطيب على نار قليلة. هذا هو الطاجين تاعنا الحلو والمالح. هذيك هي. وتنقصي عليه وتخليه. البنات كنت تحطوا السكر مع الاول مع اللحم، يبسلكم اللحم يقعد ما يتكلش. بكري والله كانت تجي يابسه، يعني طريقه هذه ناجحه 100%. لازم اللحم يتنحى من البرمه قبل ما تحطي فيه السكر، وحطيتي فيه الملح. تسمى البرمه كي قليتها خذوك اللحم وداخل فيه الملح، ما يجيش صامت حباباتي. وهنا رحت قليت سكالوب نتاعي مع داك البصل دبلته هو الاول، زدت معاه شويه ملح
وشويه فلفل اكحل وشويه معدنوس. هذا هو واش راح نديرو في البوراك اليوم. وزدنا معاهم بعديك الفرماج تاع الطلي تاع البيدونه البنات. هذاك جا خفيف شي هبل وينوع العابد كل نهار وبركته. وتاني البنات احنا كيما قلنا لكم في الدار احنا ما نديروش البوراك هذاك ديما. البوراك نتاعنا ما نديروش ديما. ساعه نديرو بيتزا، ساعه نديرو تورت، ساعه نديرو هذا البوراك تاع السكالوب. والعبد ينوع وتاني يا ماما عبد يقتصد ويتقش في المصروف خاطر ماكش رمضان مازال طويل. والبوراك نتاعنا سختو اللي يعود فيه عائله فيه شويه مصروف البنات، فيه ياسر مصروف. فيه المصروف. ربي يكون فيه عاوننا وعاونكم. وهنا رحت مع المحل بيا البنات بعد ما طاب خليته برد، ما حطيتوش في الفريجيدر، خليته برد لبرا. جبت المزهر وجبت القرفه، صبيت المزهر في حاجه والقرفه حطيتها في حاجه اخرى. وجبت الطابع هذا تاع الهلال. واللي يحب يدير اي طابع يدير اي طابع. انا درت الطابع تاع الهلال عشان سيدنا رمضان البنات. ورحت حطيت الطابع في المزهر بليتو بديك، رحت حطيته في القرفه هذيك الغبره ورحت زينت به بالطريقه هذه البنات. يدير لاطراس، طريقه ناجحه وسهله يعني للبنات. واللي يقلها طولة البال. انا قلت لها خولة انا طولة البال ما عنديش، اعطيك الصح. البنات تحبي تدخلي الكوزينه ما لقيتيش تعملي، هاي هذه طريقه سهله وتفرحي بها وتفرحي بها ميمتك. وكما يقولوها توكل العين قبل الفم. انا نقولها توكل العين قبل الكرش. هذيك. وقولوا لي يا حباباتي وخاوتي العزاز، بكسيتو ما كسيتوش ولا ما زلتوا كيما حالتي انا قلت نخلي بربي ان شاء الله 20 يوم الاخره تاع رمضان خلاني ربي حيه نكسي. وهنا البنات اللي زعما درت لكم النجمه والهلال يخي باينه نجمه وهلال. هاي تحفه الله. او يا اخي يا ماما نرجعوا على العيد وعلى الكسوه 10 ايام الاخره تطيح الكسوه فيها عبنا بها دي كل. انا من نهار واحد العام حباباتي كسيت بنيتي جيت لها غب 600 وحاجه وفرحانه بها، قلت ايه والله شريتها رخيصه. ومع الاخر 10 ايام الاخره نتاع رمضان جيت نروح ونضرب طلع في الحانوت نلقاها ولات 460,000. هاي قلت نشهم من العيد هذا ما بقيتش نكسي بكري. كلش يغلى ومن بعد كلش يطيح. وهنايا نحيت لي بولات نتاعي حطيتهم يتقلاو بعد ما سقطرتهم مليح من الصوص البنات. وكي اختارت المرقه حلوه يد من زدنا صبينا المغيرفه تاع الزهر باش تقعد البنه والريحه. وديجا صبينا فنجان البنات مع الاول. وزدت رميت اشباح الصفراء نتاعنا. الله يعني طبق تقليدي 100% البنات. وما تنساوش تزيدوا ترميو اللحم هذاك اللي طاب دركه ونترميوه مع الاخر كيما ترميو اللحم يطفيو عليها بعد ماما ويحركوا فيه السكر هذاك العسل تاع المرقه حلوه يتعسل اللحم وتطفيو عليها صاي. وجربوا الطبق هذا واعطيوني رايكم. يعني اطباق في زوز تقليديه واطباق في زوز بنينه وتنور الوجه ومغذيه عادي كي ما خسارش فينا كي نعودوا صايمين نقلشوا روحنا. وتاني يا ماما والله انا جاتني عين اسبانيوليه اقتصاديه، يعني مش هاي يعني تتكلف اللحم ياسر والدجاج ياسر خلاص. شوفوا البنات كيفاه جات معسله جات تشهي. وكما قلت لكم هنا يد من تعرفوا البنات تضحكوا عليا. غسلت القرابش غسلتهم البنات عند روحي رايحه نجيب التليفون بها نصور، قلت بها نشارك معايا البنات ونعطيهم طاقه ايجابيه. كي جيت نرجع البنات ما جيت رحت للصاله جبت التليفون ورجعت نلقى القرابش زادوا تلموا.
وهنا حكمت لك عابر نتاعي قصيتهم الله الله جو طريين حبق يسخفوا تقولي ناكلهم كيما كاك ومتقونين وجات الكعبة ملمومة حتى كي قصيتها ما خرجش اللحم وحده والعظمة خرجت وحدها. والله يا البنات توكلي كعبة وتقولي الحمد لله طبق زاكي روعة. وهنا بابا رحنا البوراك بعد ما وجدت له هذيك على فاخس نتاعو دار والله الله كل كعبة كما أختها البنات ما شاء الله. الله وبالملسوقة البوراك هذا ما درناش بالورق نتاعنا تاع الدار. وهنايا بنياتي بداو يوجدوا في الطابله صاي نقرب يدن لا شفتونا حطينا يدينا في المقله اعرفوا بنو لا نقرب يدن. ورحتي هنا ماما مع تاع زلابيه والحاجه الحلوه تاع القهوه ماما يقلبها يخبط غير عسين تاع القهوه ديك. واش نقول لكم وزاد جاب لنا هذوما لي سيجار وكاين يقولوا له بوراك الرنه بوراك الرنه وشاركنا معاها ماما بوراك الرنه تاع الدار. هذه المره الجايه نزيدوا نعاودوا. صراحه عجبني تاع الدار خل من تاع برا بألف خطر والله 10,000 الكعبه خساره الصوار. طاجين الحلو تاعنا طاب وكم تشوفوا وشاهيناكم احباباتي في الجنه ويا رب يجعلها نعمه دايمه واحفظها من الزوال. البوراك نتاعنا درنا شويه اللي بالفرماج والاخر بالسكالوب والفرماج زعما نوعنا لهم. والبوراك هذا تاني جاني ناقص مصروفه البنات حتى تشتي ما طيبي هكا طاجين كيما دارته امي اليوم تنحي طرف هكا تاع سكالوب وانتي درتي به البوراك كيما هك. وهنا نسقي لهم في السوب تاع البارح زدنا سخناها كاين اللي كلا وكاين اللي عينه في الطاجين هذيك هي. ما ناكلوش ماما البويون ناكلوا الطاجين اللي طيبتيه وهما فرحانين ميتين بالفرحه بيه. واحنا ماذا بينا نطيبوا لوليداتنا ونفرحوهم هما صايمين والبويون تاع مولا بيتي ها هوكا اللي مشوا مرحي. وهنا حليت معاكم الفتره هنا لدن ادنا قد البرات معاك حطيت كعبه تاع تمر في فمي زدت حليت الفتره بطريف البن. والطبق نتاعنا نتاع طاجين رخام ولا عينين اسبانيوليه وما تنساوش تقولوا لنا البنات وعليه اسمه كيما هكا. ودركا نقول لكم في الامان وملتقانا غدوة الحي وصحة سهرتكم وصحة سحوركم. تصبحوا على خير وفي أمان الله.